اهلا بيكم يا احلى متابعين. هنعمل مع بعض النهارده كيكه بالجزر. لو عندك جزرتين كده قومي هاتيهم وتعالي. هنعمل كيكه سهله جدا بسيطه وهتخليكي تنسى اي كيكه تانية بتعمليها. طعمها تحفه، طريه كده وجوسي من جوه، فيها نكهات هتحبها قوي قوي وهتخليكي تنسى اي كيكه تانية بتعمليها وهتعمليها على طول لانها ادمان بجد. مع الشاي ومع القهوه تقدميها بجد بجد فخمه جدا. يلا بينا نبدا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. خير ما نبدا به. معانا 2 بيضة، طبعا دي كيكة الطيبين ملناش دعوة بالطيبات. هنضيف عليها فانيليا. هنضيف 2 فانيليا. ومعانا كمان كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع زيت، وكوباية الا ربع لبن. ومعانا 2 زبادي صغيرين. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ وصفة من القلب على قد الإيد. ياريت تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو مش مشتركين اشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد، وحطوا لايك وكومنت حلو منكم كده عشان القناة تكبر بيكم. ونقلب كويس جدا جدا بالمضرب. مش هنستخدم طبعا مضرب كهربائي ولا اي حاجة، بس لو انت حابة تستخدميه استخدميه. بس كده، مش بتاخد اي وقت. والجزرتين بتوعنا دول نجيب المبشرة بتاعتنا كده، وانعم واحدة كده اسهل واحدة، ونبشرهم كويس جدا. انا عايزة اقول لكم ان هو مش بيبان خالص خالص في الكيكة، بس بيديلها طعم. وتحسي ان هي جوسي كده من جوه، مختلفة خالص خالص عن اي كيكة تانية بصراحة. ننزل بالجزر بتاعنا. ومعانا هنا هناخد ايه نص كوباية كده ايه عين جمل، بس مش هنكسره جامد او نفرمه بالكبة ولا حاجة. احنا عايزينه ايه مجروش كده عشان نحس بطعمه في الكيكة. طبعا ممكن تستغنى عن عين الجمل وتحط اي مكسرات عندك، يعني ايه، فول سوداني، لوز، زي ما تحبي. نبدأ كده نكسره بس يعني ايه يبقى مجروش اكتر. ونقلب بقى كويس 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 كده. وننزل بالدقيق بتاعنا كوباية مليانة. ومعانا كمان كوباية الا ربع. ونقلب كويس بقى مع بعضه كده لحد ما نحس ان هو خلاص بقى ما فيش فيه اي دقيق خالص. خلاص كده، لو انتوا حاسين ان هي سايله شويه ممكن تضيفوا لها دقيق. معانا بيكنج باودر ولازم ننخله لانه بقى تحسي ان هو مخرش شويه كده فايه. نقلب بقى كويس جدا. وتعالى اقول لكم على التركه بقى اللي بتخلي الكيكه في حته تانية، ان احنا نحط معلقه خل مع البيكنج باودر ونقلب بقى. طبعا لو انتوا حابين نعمل مع بعض اي كيكة تانية، حابين نعمل كيكة للطيبات، ممكن تكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. هنحط نقطة زيت كده ونمسح الصينية بتاعتنا. ونحط فيها رشة دقيق بسيطة. طبعا نكون مولعين الفرن قبلها 10 دقايق ولا حاجة. اول ما نبدأ نعمل الكيكة بنولع الفرن. ننزل بقى بالكيكة بتاعتنا كده خالص، ننزلها كلها. طبعا لو انت عايزاها تبقى عالية خلي الصينية اصغر شوية. انا بحبها ايه تكون مش مرتفعة قوي كده، يبقى شكلها وطعمها بصراحة بتبقى حلوة قوي كده. لو انتوا عايزينها تبقى مرتفعة اكتر ممكن تحطها في صينية اصغر شوية. لازم نخبطها خبطة كده علشان ايه تنزل كل الفراغات اللي فيها تطلع منها. ونحطها في الفرن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. واول ما تاخد لون من تحت وتستوي نحطها تحت الشواية. بتاخد من نص ساعة ل45 دقيقة. وبعدين رشة عسل بسيطة كده على الوش عشان ايه
تدينا ايه رشة حلوة لمعة كده كمان، وعشان هنحط عليها جوزة الهند، فجوزة الهند يفضل لازق على وش الكيكة، ما هي ايه ما يقعش معانا. وبصراحة العسل مع جوزة الهند مع الجزر وعين الجمل حاجة كده يعني في قمة الطعامة، هتحبوها جدا جدا، لازم تجربوها. حط كده رشة جوزة الهند، ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود، وفي ثواني بتعمليها. بصراحة بتنفع للفطار بالليل كده مع كوباية شاي، حاجة كده طعمها روعة. تعالوا بقى ندوقها مع بعض. بجد بجد جميلة جدا، وبتبقى مشبعة كده، وريحتها قلب الدنيا، وطعمها مختلف جدا عن أي كيكة تانية بتعمليها. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. بجد بجد تستحق التجربة. واشوفكم تاني ان شاء الله وصفة جديدة من مطبخي. شكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك حلو منكم، وشير وكومنت عشان القناة تكبر بيكم.